ببركان افتتاح أول مرآب ذكي للسيارات، بنية يراد من إنشائها المساهمة في تحسين التنقل الحضري داخل المدينة وتعزيز بنيتها التحتية تماشيا مع الدينامية التي تعرفها في مجالات أخرى. روبورتاج محمد بلاوي ورشيد العتابي. بالطابق تحت أرضي لساحة المسيرة الخضراء ببركان تم تشييد هذا المرآب على مساحة تقدر ب 2700 متر مربع ويضم 80 مكانا لركن السيارات. هذا الفضاء يستخدم تقنية التعرف التلقائي على لوحة التسجيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. هذا المرآب للطاقة الاستيعابية ديالو 80 مكان للركب ومجهز بنظام تسيير من المستوى العالمي جد متطور واللي كيشتغل بدون تذاكر وطرق أداء جد متطورة. والحمد لله حنا عندنا واحد التصور وواحد البرنامج نتاع لي باركينغ سوتيرا ان شاء الله اللي كانت الانطلاقه ديالو هو هذا الباركينغ، ولكن راه مجال ان شاء الله غادي تعم في المدينه على واحد المجموعه المواقع. إنجاز هذا المرآب الذكي لساحة المسيرة الخضراء يندرج في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة وتعزيزا للبنية التحتية بها بما يتماشى مع ما تشهده من تطور رقمي وتكنولوجي. بالنسبه لها الباركينغ وكذا اللي جا في وقته زعما صراحه، اللي وبالاخص هالمنطقه اللي كتعرف واحد الاكتظاظ نظرا لمنطقه كما يقولوا فيها شويه ديال الرواج. المدينه دابا كبرت وخصها تطور مع التساير هذا التطور هذا. لا بالنسبه للمواقف ديال السيارات ولا بالنسبه للاليات ديال الاشتغال ديال المواقف ديال السيارات. هذا المرآب الذكي مجهز بنظام تسيير من المستوى العالي يعتمد تكنولوجيا متطورة ويوفر هذا المشروع طرق أداء متطورة كالأداء عبر التطبيق الخاص بالشركة من خلال الهاتف أو رموز الاستجابة السريعة أو عن طريق البطاقة البنكية، إضافة إلى الأداء النقدي ما سيقلل من أوقات الانتظار عند نقاط الخروج والدخول.